تعال بقى نخش كده في السريع، افتكر معايا كده البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. المضارع البسيط طبعا سهل قوي، ولو انت بقى ايه يعني انا هرجعه لك بسرعه، لو كده ارجع الفيديو شرحه بالتفصيل. فاكر بقى البريزنت سيمبل تمام؟ المضارع البسيط بيتكون من المضارع البسيط ده؟ قال لك والله هو ليه 5 تكوينات لازم تكون حضرتك عارفهم. اول تكوين عندي ايه البريزنت سيمبل؟ اس للمفرد مصدر مع الجمع. يا مستر ده هتحفظها لي كده، يلا اهي. اس للمفرد مصدر مع الجمع، يعني ايه؟ يعني بص، تصريف الاول للفعل، تصريف اول للفعل باضافه اس للمفرد والمصدر اهو مع الجمع. يعني ايه برضو؟ يعني ببساطه لو انا عندي، مش انا عندي الجمله بتتكون من فاعل subject ثم verb وبعد كده فعل، فانت لو لقيت الفعل اللي في الاول الفاعل he she it اي اسم سنجلر، الفيرب اللي بعده حط له اس اي اس او اي اي اس. تمام كده؟ طب مستر انا لو لقيت عندي الاي او الوي يو they اي اسم جمع، ساعتها هعمل ايه؟ حط الفعل في المصدر بدون اي اضافات، او اي، خلي بالك الاي طبعا علامه الجمع، we you they اي اسم جمع، students girls boys ماشي اهو children كل ده جمع، يبقى احط الفعل فين؟ في الانفينيتيف في المصدر. انما لو لقيت a student او student واحد بس، girl boy child كل ده مفرد، فبتحط الفيرب اس فقط. فهمت حاجه كده؟ طيب تيجي ناخد يلا تو اكزامبلز كده سهلين قوي. مش محتاجه حاجه يعني. he not football we not football. طب he يبقى الهي يبقى الفيرب في اس، يبقى هاخد plays، يبقى he plays. فهمت كده؟ طب we هتبقى play بس فقط لا غير بس. ايه رايك؟ يبقى خلاصتها يبقى لو انا لقيت السبجكت الفاعل he she it اي اسم مفرد سنجلر، حط الفيرب اللي بعده اس اي اس اي اي اس. انما لو لقيت اي وي يو ذي اي اسم جمع، حط الفعل يبقى فين؟ في الانفينيتيف في المصدر. اظن ده كده الشكل الاول، انا قلته لك كده عشان برضو تفتكر معايا. طيب نرجع بقى تاني، البريزنت سيمبل كله في الانجليش بيتكون من ايه؟ تعالى يلا كده بقى اهو، ادي البريزنت سيمبل المضارع البسيط هيتكون من ايه يا مستر؟ قال لك اول حاجه يلا زي ما احنا قلنا بقى، اس المفرد وانفينيتيف مصدر مع الجمع بس. يبقى مضارع بسيط اس للمفرد مصدر مع الجمع. قول يلا تاني، مضارع بسيط اس للمفرد مصدر مع الجمع. جميل. طيب يعني اهو هقول لك هنا he plays we play وهكذا بقى اللي احنا لسه قايلينه. طيب تاني حاجه انا عايز يا مستر انفي، تمام؟ النيجاتيف او نيجيشن، هعمل ايه؟ فاكر؟ ايوه الله ينور عليك، done or doesn't اهو. يبقى هنا هتنفي لي done or doesn't بس طبعا زائد الفعل فين؟ infinitive سواء مفرد او جمع. يعني ايه؟ يعني هنا he doesn't play، he she it اسم مفرد doesn't play، انما I we you they هيبقى ايه؟ done. طبعا done مع الجمع، doesn't مع المفرد بس. خلاص؟ طيب هنا بقى بنسأل، هنسأل ب do or does اهو، do او does زائد السبجكت الفعل بقى الايه؟ الانفينيتيف المصدر اهو. يبقى دي ثالث حاجه، احنا قلنا هم 5 تكوينات. طيب زي مثلا اهو does he play tennis every day؟ هل هو بيلعب طبعا تنس كل يوم بس، تمام؟ طيب بعد كده دي مهمه جدا بقى، انا عندي مين؟ am is are. بس اللخبطه دي، انت جاي تقول لي هنا am و is و are مع البريزنت سيمبل مضارع بسيط، وانت لسه قايل من شويه present continuous المضارع مستمر. ايوه يا معلم، ايوه ايه يعني؟ طب امتى اخدهم مضارع بسيط؟ ما هو بشروط بقى، لما يجي بعديهم اي حاجه في الدنيا ما عدا فيرب اي ان جي. اي حاجه في الدنيا بعد ام واز وار، بس المهم ما يبقاش فيرب اي ان جي، يبقى بريزنت سمبل بس، اللي هو ايه؟ فيرب تو بي، اللي هو فعل يكون بس. خلاص اهو. يعني هنا هنجيب وراها noun اسم، adjective صفه، او preposition حرف جر. يبقى انت لو لقيت بعد ام واز وار noun I'm a teacher، انا مدرس. هل teacher ده فيرب اي ان جي؟ لا، يبقى مضارع بسيط بس. هنا الادجكتيف مثلا اهو he is a boy، هو ولد. خلاص اهو. I'm sad، انا حزين.
I'm happy انا مبسوط. خلاص. هنا we are in حرف جر، يبقى انت لو لقيت in at you are at home now انت دلوقتي في البيت. ده مضارع بسيط على فكرة. you're at home انت في البيت. خلاص. يبقى ده كل ده present simple. فهمت حاجة؟ يبقى ادي اول واحدة. او هيجي بعديها البي بي لسه شارحينها. عارف ده كده هيبقى ايه؟ الله ينور عليك، الباسيف اللي هو ليه بقى؟ المجهول بس في زمن مين يا مستر؟ البريزنت سامبل. لان احنا قلنا من شويه ام واز وار لو حطيت بينج يبقى continuous مستمر، شلت البينج يبقى سامبل مضارع بسيط. يعني the room الاوضه is cleaned every day. انت ملاحظ طبعا حاجه ان انا قلت لك هنا ايه؟ الروم الاوضه بتتنظف every day كل يوم، ما حطيتش now look listen still عشان كده ما حطيناش being. فهمت حاجه؟ بس يبقى هنا طبعا اهو يبقى am with are لو جه وراها noun اسم صفه حرف جر اهو اسم صفه حرف جر بي مجهول، تاني اسم صفه حرف جر بي مجهول. He's a boy I'm sad we're in بوركينا فاسو. احنا دلوقتي في بوركينا فاسو. خلاص اهو. طيب اخر واحده والتكوينات دي كده طبعا نمبر ماشي كده اهو 4. اخر واحده نمبر 5 كلكم عارفينها برضو اللي هي بقى has or have. has او have. has و have دي ليها 3 ازمنه في الانجليش. present simple مضارع بسيط، present perfect مضارع تام، present perfect continuous مضارع تام مستمر، وده طبعا شارحينه في فيديوهات لوحدي. طب امتى يبقى present simple؟ لو جه وراه اي حاجه في الدنيا ما عدا بي او كلمه بين بس. يعني لو لقيت has و have بعديها noun اهو اسم، طبعا انت عارفها والله. انا لو يعني I have a car I have a car انا اي والله نوعك يمتلك، بس انا عندي عربيه. يبقى هنا has و have لو جه وراها noun يبقى دي كده present simple مضارع بسيط ومعناها يمتلك بس. او هيجي بعدها to infinitive. فاكر يعني ايه؟ جدع، خدناها قبل كده طبعا كتير. يضطر. يعني I have to go I have to study hard انا مضطر he has to. يبقى تاني اهو هاجي اقول لك ايه؟ he has money يبقى ده كده present simple عشان الماني ده اسم. هاجي اقول لك هنا مثلا اهو هنا they have to come early هم مضطرين يجوا بدري. فهمت حاجه؟ يبقى كل الاشكال دي طبعا ده نمبر 5. يبقى احنا عندنا اهو بقى يبقى البريزنت سامبل عندي 5 تكوينات. يلا اسم المفرد مصدر مع على الجنب do وداز ودونت ودازنت. دونت ودازنت دو داز زائد المصدر. ام از ار اسم صفه حرف جر بي مجهول. هذا وهاف اسم او تو المصدر بس. يبقى انت كده البريزنت سامبل. جميل قوي. حلو كده احنا خلصنا التكوينات ال5 اللي حضرتك لازم تكون عارفهم. امتى بقى بستخدم التكوينات دي؟ احنا خلاص عرفنا ان البريزنت كونتينوس فيه 5 كده استخدامات. ده نفس الكلام حوالي برضو 5 استخدامات معايا اللي هم يا مستر يلا يا معلم ده اسمه بريزنت سامبل. بص بقى المضارع البسيط عايزك كده تركز لي كده حته هي تكايه. المضارع البسيط بستخدمه في الحاجات الثابته المتكرره بس. تاني كده اهو بقى المضارع البسيط بستخدمه في الحاجات الثابته المتكرره. يعني حاجه بتحصل دلوقتي وبعد كده وبعد ما هي ثابته حاجه متكرره. ابسط مثال زي ايه؟ لو انت عملتها في اي وقت هتلاقي نفس النتيجه بس. يعني لو جبت شويه ميه حطيتهم في الفريزر ايه اللي هيحصل للميه؟ هتتجمد. جيب بكره حطيت شويه ميه في الفريزر هتتجمد. السنه الجايه هتتجمد، بعد مليون سنه هتتجمد بس. خلاص؟ طيب يبقى هل في نتيجه متغيره؟ طبعا لا. الا لو انت شديت فيش الثلاجه فطبعا مش هتتجمد. ماشي بس كده. يبقى انت طبعا عندك ايه؟ يبقى انت عندك هنا البريزنت سيمبل ده بتستخدمه في الحاجات اللي هي الثابته. يبقى رقم 1 عندي بقى الفاكتس الحقائق او الفاكت الحقيقه او الاكسبيرمنتس. يعني اكسبيرمنتس اللي هي التجارب العلميه اهو. يبقى حقيقه ثابته تجربه علميه، حقيقه ثابته تجربه علميه. يعني لو جيت قلت لك ذا مون القمر زيك كده خلاص ماشي مش زي لا زيك انت يا عم يا راجل اهو. يبقى the moon ماله moves around the earth. اللي بيحصل القمر بيلف حوالين الارض. ما هي دي حاجه ثابته حقيقه عشان كده استخدمنا ايه البريزنت سيمبل بس. جيت قلت لي الارض السؤال ده مهم جدا. الارض بص اهو بقى
هنا تعال بص لي السؤال ده كده اهو. the earth خلاص not around its axis. انت عارف يعني ايه كلمة axis؟ يعني محور. يبقى الارض بتدور بتلف حوالين محورها. طب انت عارف كان هستخدم ايه؟ مفيش علامة اهو، يبقى كان هستخدم ايه؟ قام جاي مستخدم له هنا تمام. هنا هتبقى moves is moving or will move. طبعا حضرتك عارف الارض بتدور حوالين محورها، يبقى ده كده present simple مضارع بسيط والارض مفرده، يبقى اوتوماتيك هاخد moves بس. خلاص اظن الكلام جميل جدا. جميل. لو جيت قلت لك اهو تاني حاجه جينا قلنا اهو، يبقى قلت لك ايه؟ يبقى هنا the moon moves around the earth. طيب هنا when you boil water لما انت بتيجي تغلي الووتر ماشي او الورر، عايز تقول دي او دي، ايه اللي هيحصل؟ it not. يبقى ايه اللي هيحصل لما بتيجي تغلي الميه؟ بتتبخر. يبقى هنا طبعا دي حقيقه، خلي بالك عشان لو جيت قلت لي لما تغلي الميه سوف تتبخر، ايوه صح، بس كده هتبقى غلط. ليه؟ will دي بستخدمها في الاحتمالات مش الحقائق الثابته، يبقى مستحيل اخد will، يبقى دي كده غلط. امال يا مستر هاخد طبعا هنا it مفرد، يبقى هاخد evaporates بس. كلام سهل اهو. خلاص طيب يبقى قلنا ايه؟ حقيقه ثابته تجربه علميه، حقيقه ثابته تجربه علميه. تمام. تاني حاجه وده اصلا اساس الفيديو الجاي فمش هقوله لك دلوقتي، استنى بقى الفيديو الجاي. قال لك ايه؟ عندي افعال الشعور والحواس والادراك والامتلاك. الافعال دي طبعا ده اصلا اساس الايه؟ الدرس بتاعنا بقى، اللي هو زي ايه؟ مثلا اهو الاكشنز of feeling senses perception and position. خلاص اهو افعال الشعور الحواس الادراك والامتلاك. زي مثلا مين؟ see بس هنا طبعا يرى، hear touch feel eat understand know realize recognize. اهو إيه مثلا عندي ايه كمان؟ عندي مثلا contain conclude وهكذا. كل الكلمات دي بتيجي في البريزنت سامبل. خلاص وده اللي احنا هنشرحه المره الجايه فسيبك منها دلوقتي. نمبر 3 بقى ودي كده طبعا جميله، عاده او حاجه متكرره repeated actions الافعال المكرره، وده اصلا اساس البريزنت سامبل او الهابتس العادات، ودي مع الكيوردز. طبعا انت فاكر الكيوردز بقى ارجع لها هناك اللي احنا كنا قلنا ايه؟ always usually often sometimes rarely seldom every never occasionally regularly no longer hardly ever. يبقى دي علامه البريزنت سامبل المضارع البسيط. تمام اهو زي مثلا هنا اهو I usually get up at 6 o'clock. انا عاده بصحى الساعه 6 الصبح اهو. انا دايما I always go to school early. تمام اهو. I مثلا sometimes احيانا او every day every week every month every year وهكذا. كل الكيوردز دي كل العلامات دي بنستخدمها مع البريزنت سامبل بس. خلاص او هي سموكس مثلا هو بيدخن، دي كده عاده. طيب نمبر 4 ودي بقى مهمه عشان نرجع للبريزنت كونتينوس. هستخدم الزمن ده وهيبقى هنا معناه سوف. يعني لما احط لك مثلا ايه leaves starts الفيرب اخره اس او الفعل في الانفينيتيف مصدر هيبقى معناه سوف. يا مستر فين سوف؟ هي معناها كده. طب ده هستخدمه امتى؟ مع حاجه اسمها انت عارفها. ايوه جدع، التايم تيبل. يعني ايه تايم تيبل بقى؟ جدول المواعيد الثابته. مش انا قلت لك البريزنت سامبل بستخدمه في الحاجات الثابته زي مثلا ايه؟ مع الطياره قطر مسلسل درس. انا بروح الدرس مثلا كل سبت وثلاث الساعه مثلا 11. يبقى ده كده ماله؟ يبقى ده كده البريزنت سامبل مضارع بسيط، لان ايه؟ ثابت. السبت هروح 11 الثلاث 11 السبت اللي بعده 11 3 11 السبت اللي بعده 11. عارف ده كده تكرار اهو، يبقى حاجه ثابته، يبقى مواعيد ثابته زي مع الطياره قطر برنامج مسلسل فيلم مدرسه درس خلاص هيئه حكوميه اي حاجه ثابته خد البريزنت سامبل. زي ايه؟ ماي انجلش ليسون درس الانجليزي بتاعي الساعه 11 مثلا tomorrow next week ساعتها بتستخدم البريزنت سامبل برضه. يبقى كده انا هاخد ايه بقى؟ درس الانجليزي مفرد يبقى starts، يبقى هاخد طبعا دي. في حاجه صعبه؟ طيب اخر واحده بقى ودي سهله، قال لك بنستخدمها مع الجوبز الوظيفه على انها حاجه ثابته، لازم تبقى الوظيفه ثابته. انا شغال ايه؟ مدرس. هتيجي المره الجايه تلاقيني مدرس برضه، المره اللي بعدها مدرس برضه اهو عميد اللغه الانجليزيه. تمام. يبقى انا كده اللي هيحصل، يبقى انت هتستخدمه مع الوظائف. هتقول لي
he works as a teacher. I work as a teacher. اهو he works as a doctor. فهمت كده؟ you work انت بتشتغل as a student كطالب. يبقى اهو يبقى الوظائف الثابته زي he works as a teacher ماشي، he works مثلا as a nurse هو بيشتغل كممرض وهكذا. يبقى احنا قلنا يبقى كده احنا خلصنا دول present simple اخر مره، خدنا الخمس تكوينات نرجع لهم. استخداماتهم اهو قلنا يبقى حقيقه ثابته، تجربه علميه، افعال، شعور، حواس، ادراك، عاده، فعل متكرر، جدول مواعيد ثابته مع الوظائف الثابته. تاني اخر مره كده قول معايا بالله عليك. قلنا يبقى حقيقه ثابته، تجربه علميه، افعال، شعور، حواس، ادراك، عاده، فعل متكرر، جدول مواعيد ثابته مع الوظائف الثابته. بس خلاص كده انت بتفرق ما بين البريزنت سمبل والبريزنت كونتينوس. هنفرق بقى ما بينهم مع الفيربس اللي هي مهمه جدا المره الجايه او الفيديو الجاي باذن الله. لو انت محتاج حاجه اكتب لي في الكومنتس تحت. اتمنى ان النهارده الشرح يكون بسيط وسهل. لازم برضو تتفرج على الفيديو الجاي وتتفرج على فيديو الحل بعده لان ده كده المهم. خلاص اتمنى النهارده تكون الدنيا تمام وزي الفل. لو عندك اي حاجه ابقى عرفني وكلمني وما تترددش. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.